السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد هيثم وحلقة جديدة من توب 10 كورة. حلقة النهاردة هتبقى حلقة سخنة جدا وهتبقى حلقة مولعة نار، لأننا باختصار هنتكلم عن أكتر 10 صفقات في الدوري المصري عملت ضجة كبيرة جدا والناس كانت مستنية منها كتير، خصوصا إن العشر أسماء دول لعيبة كبيرة وكان ليها اسم كبير جدا، بس لما الصفقة تمت ولما راحوا للنادي الجديد ما عملوش أي حاجة وكانت ضجة على الفاضي. طيب هنروح المركز العاشر معانا النهاردة، واللاعب رقم 10 اللي أنا اخترته مبدئيا هو لعيب أفريقي. طبعا في لعيبه افارقه كتير جدا جم الدوري المصري وما عملوش اي حاجه، بس اللاعب اللي انا هتكلم عنه دلوقتي كان اسمه كبير جدا، ولما جه الدوري المصري وجه نادي الزمالك بالتحديد عمل ضجه جامده جدا، وهو اللاعب اجوجو. صفقه اجوجو لما حصلت ونادي الزمالك قدر ان هو يتعاقد معاه كانت صفقه قويه جدا، خصوصا انه كان عامل اداء كبير جدا في كاس الامم الافريقيه سنه 2008. بالاضافه لكده ان هو جيب رقم كبير جدا حوالي 7 مليون جنيه، و7 مليون جنيه في الوقت دوت سنه 2008 كان رقم كبير جدا، لان كانت كل الصفقات بتخلص بمليون، مليون ونص، 2 مليون. زائد ان اجوجو اصلا كان عامل اداء قوي جدا مع منتخب غانا، وكان كل الناس مستنيه تشوف اجوجو هيعمل ايه في الدوري المصري وهيعمل ايه مع نادي الزمالك، بس المفاجاه انه ما عملش اي حاجه ولعب موسم سيء جدا مع نادي الزمالك. فعلا اتعاقد معاه نادي الزمالك سنه 2008، بس لعب معاهم موسم واحد بس من 2008 ل 2009، وفي الموسم دوت لعب حوالي 15 ماتش، سجل 4 اهداف بس. طبعا احصائيه ضعيفه جدا ان هو في موسم واحد يلعب 15 ماتش ويسجل 4 اهداف، ما كانش دوت المردود اللي كان جمهور نادي الزمالك مستنيه خالص من نجم كبير زي اجوجو، خصوصا ان الصفقه ديت كانت عامله ضجه كبيره جدا. نخش بقى على رقم 9 اللي انا اخترته النهارده، واللاعب اللي انا هتكلم عنه دلوقتي دوت كان كل الاعلام وكل الجماهير وكل الناس بتتكلم عن الصفقه ديت، لانها كانت صفقه مكسره الدنيا والناس كلها مستنيه تشوف اللاعب ده هيعمل ايه مع النادي الاهلي. اللاعب دوت هو معتز اينو. معتز اينو لعب فتره قويه جدا مع نادي الزمالك حوالي 4 او 5 سنين، بس كان عامل فيهم اداء قوي جدا. اي نعم معتز اينو في الفتره دي ما خدش بطولات خالص مع نادي الزمالك، لان نادي الزمالك نفسه ما كانش مستقر اداريا، لكن معتز اينو على الشكل الفردي وعلى الارقام الفرديه كان عامل دور واداء قوي جدا. واكبر دليل على كده انه راح منتخب مصر في الفتره ديت اكتر من مره، واخد مع منتخب مصر بطوله كاس الامم الافريقيه سنه 2006. معتز اينو لعب في النادي الاهلي من سنه 2007 لسنه 2012، هو اخد بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي حوالي 15 او 16 بطوله، بس ما كانش مؤثر التاثير القوي ولا كان ليه بصمه قويه مع النادي الاهلي، لانه كان احتياطي فتره كبيره جدا وكان بيشارك حتى على فترات. معتز اينو مع النادي الاهلي في ال5 سنين دول لعب 90 مباراه وسجل 3 اهداف فقط. بالاضافه لكده ان معتز اينو فقد مكانه ومركزه مع منتخب مصر وما بقاش يروح المنتخب خالص. نروح للمركز الثامن ونرجع تاني لنادي الزمالك، واللعيب اللي هتكلم عنه المره دي بقى هو لعيب مغربي. اللعيبه المغاربه بشكل عام ليها بصمه قويه جدا في الدوري المصري، زي اشرف بن شرقي ومحمد انجم، وشفنا وليد ازارو وبدر بنون، واخيرا شفنا يحيى عطيه الله. لكن اللعيب اللي هتكلم عنه دلوقتي بصراحه هو كان ليه اسم كبير جدا وكان مكسر الدنيا، والصفقه دي كان جمهور الزمالك مستني منها كتير جدا، وهو اللاعب خالد بوطيب. خلينا نتكلم باختصار كده عن خالد بوطيب. مبدئيا هو بدأ مسيرته الاحترافيه سنه 2006. خالد بوطيب برده من سنه 2016 و2017 بدأ يبقى ليه بصمه قويه جدا مع المنتخب المغربي، ولعب معاهم كاس العالم سنه 2018 وجاب جون في المنتخب الاسباني، وعمل بطوله كاس عالم قويه جدا. وبشكل عام مع منتخب المغرب لعب 21 مباراه وسجل 7 اهداف، عشان يقرر نادي الزمالك سنه 2019 انه يشتري خالد بوطيب، عشان الناس كلها والاعلام تبقى مستنيه تشوف النجم الكبير اللي كسر الدنيا في كاس العالم هيعمل ايه في الدوري المصري مع نادي الزمالك. لكن المفاجاه بقى ان خالد بوطيب ظهر بسوء مستوى غريب جدا ولعب موسم سيء جدا مع نادي الزمالك، لعب حوالي 14 مباراه وسجل حوالي 4 او 5 اهداف فقط. وكمان خالد بوطيب كان كثير الاصابات وغاب كتير جدا عن نادي الزمالك، عشان بعد كده يقرر انه يرحل من نادي الزمالك ويروح للدوري الفرنسي وسط خيبه امل جمهور نادي الزمالك. نروح بقى للمركز السابع، واللاعب اللي انا هتكلم عنه دلوقتي لعيب كبير جدا، هو لعيب افريقي، بس الصفقه بتاعته كانت عامله زي الزلزال في الدوري المصري، لان الناس كلها كانت بتتكلم عنه وعن ثمن الصفقه ديت. اللعيب دوت هو اكوتي منساه. مبدئيا اكوتي منساه كان بيلعب في النادي المصري البورسعيدي سنه 2004، لعب معاهم موسم واحد بس من 2004 ل 2005، وكان عامل اداء قوي جدا وكان مكسر الدنيا. فجاه قرر النادي الاهلي انه يشتري اكوتي منساه من النادي المصري برقم كبير جدا، 9 مليون جنيه. 9 مليون جنيه سنه 2005 دي كانت زي الزلزال، والناس كلها اتصدمت من الرقم دوت. ده مش كده وبس، ده كمان الاهلي قرر انه يدي المصري 3 لعيبه في الوقت دوت، وهم خالد بيبو ومحمد فضل وعاشور الادهم اللي كان من ناشئين النادي الاهلي. لكن المفاجاه هنا بقى ان اكوتي منساه في اول مباراه ليه مع النادي الاهلي ضد انيمبا النيجيري في دوري ابطال افريقيا جات له اصابه كبيره جدا واتصاب بالرباط الصليبي، وقعد 7 شهور يتعالج، وبعد ما رجع للاسف كان مستواه ضعيف جدا. قعد اكوتي منساه موسمين بس مع النادي الاهلي لحد سنه 2007.
بس في الموسمين دول كان دوره ضعيف جدا وكان مستواه ضعيف جدا بعد ما رجع من الاصابه. ويمكن البصمه الوحيده لاكوتي منسيه مع النادي الاهلي ان هو شارك في المباراه النهائيه ضد الصفاقسي التونسي في تونس، ويمكن دي الحاجه الوحيده اللي نفتكرها له مع النادي الاهلي. وصلنا بقى للمركز السادس، واللعيب اللي انا حطيته في المركز السادس دوت مش لعيب عادي خالص، هو لعيب اسطوري من اساطير الكره المصريه. وفجاه قرر الاسطوره دوت انه يروح نادي الزمالك عشان الناس كلها تتكلم عنه ونشوف هيعمل ايه في نادي الزمالك. وسبحان الله لعب 4 ماتشات بس ورحل عن نادي الزمالك، وهو السد العالي عصام الحضري. طبعا انا مش محتاج اتكلم كتير عن عصام الحضري والدور القوي اللي كان عامله مع النادي الاهلي من سنه 1996 لسنه 2008، والبطولات اللي خدها والاداء القوي اللي كان عامله مع النادي الاهلي، بالاضافه كمان لدوره مع منتخب مصر وقد ايه هو خد بطولات وقد ايه كان نجم كبير جدا مع المنتخب المصري. بعد ما قرر عصام الحضري انه يرحل عن النادي الاهلي سنه 2008 وعمل فتره احتراف مش قويه خالص في سيون، قرر انه يرجع بقى مصر ولعب فتره في النادي الاسماعيلي، وبعد كده قرر سنه 2010 انه يروح نادي الزمالك. وكانت كل الناس برضه مستنيه تشوف السد العالي هيعمل ايه مع نادي الزمالك. المفاجاه بقى ان عصام الحضري لعب بالظبط 4 ماتشات مع نادي الزمالك استقبل فيهم 7 اهداف، وكان حتى في ال4 ماتشات دول مستواه سيء جدا. بعد كده عصام الحضري اتعاقب من الفيفا لمده 4 شهور عشان يقرر انه يرحل عن الدوري المصري ونادي الزمالك ويلعب في المريخ السوداني فتره، وبعد كده تنتهي مسيرته. نروح بقى للمركز الخامس، واللعيب اللي انا اخترته في المركز الخامس دوت لعيب سوبر، كان عامل اداء قوي جدا وكانت كل الناس بتتكلم عنه، وكمان الصفقه بتاعته عملت ضجه جامده جدا وخلت الناس والاعلام والجماهير وكل الدنيا تتكلم عنه. بس للاسف اللاعب دوت بعد الضجه دي كلها ما عملش اداء قوي، وهو اللاعب محمود كهربا. بدايه مشوار كهربا كانت مع انبي وعمل معاهم اداء قوي جدا، بعد كده طلع احترف فتره مش بطاله في سويسرا ورجع على نادي الزمالك. مع نادي الزمالك كان عامل اداء قوي جدا وقدر ساعتها كمان انه يروح منتخب مصر وبقى ليه دور قوي جدا مع المنتخب، وطلع احترف مرتين في اتحاد جده السعودي وكان عامل برضو اداء قوي جدا مع اتحاد جده السعودي. سنه 2019 قرر كهربا انه ينتقل الى النادي الاهلي علشان الدنيا تتقلب والناس كلها تتكلم عن الصفقه ديت، وكانت الصفقه ديت عامله ضجه قويه جدا في الوسط الرياضي. وانا بتوقع ان سوء فتره كهربا مع النادي الاهلي هترجع ل3 اسباب. طبعا انت مستنيني اقول لك السبب الاولاني عدم الالتزام والكلام دوت، بس خليني اقول لك السبب الاولاني في سوء مستوى كهربا مع النادي الاهلي هو انه ما كانش بيلعب في مركزه الاساسي مع النادي الاهلي، وكان دايما متصنف على انه مهاجم، على الرغم ان كهربا اصلا يعتبر لعيب وينج، وفتره تالقه كلها كان وينج ليفت سواء مع نادي الزمالك او مع منتخب مصر او حتى لما احترف في سويسرا، وحتى لما طلع مع منتخب الشباب او حتى مع نادي انبي كان برده مركزه وينج ليفت. مع النادي الاهلي بقى لعب حوالي 3 4 ماتشات اول ما راح الاهلي مع بيتسو موسيماني كوينج ليفت، بعد كده بقى يلعب مهاجم بعد ما مشي مروان محسن، بقى هو في الهجوم هو ومحمد شريف وده اصلا مش مركزه. اما بقى بالنسبه للسبب الثاني وهو كثره الايقافات، كهربا مع النادي الاهلي اتعاقب اكتر من مره بالايقاف، سواء من اتحاد الكوره او سواء من الاتحاد الدولي او سواء من النادي الاهلي نفسه، اتعمل عليه عقوبه الايقاف كتير جدا. اما بقى بالنسبه للسبب الثالث وهو ان كهربا نفسه للاسف ادى مساحه كبيره جدا للسوشيال ميديا والردود على كل المحللين او المدربين او اي حد بيتكلم عنه ان هو يطلع يرد. وصلنا بقى للاعب رقم 4 معانا النهارده، واللاعب ده عمل ضجه جامده جدا برده في سوق الانتقالات المصريه، لان اللاعب دوت يعتبر غير في بورصه واسعار اللاعبين كلها في مصر من ساعه صفقته لحد دلوقتي، وهو اللاعب صلاح محسن. قرر سنه 2018 النادي الاهلي انه يشتري صلاح محسن من نادي انبي بحوالي 47 مليون جنيه، فطبعا الرقم دوت عمل ضجه جامده جدا، بالاضافه الى ان صلاح محسن نفسه كان لعيب كويس جدا في انبي ومنتخب الشباب. المفاجاه بقى ان صلاح محسن لعب مع النادي الاهلي 5 مواسم من سنه 2018 لسنه 2023، بس كانوا 5 مواسم ضعاف جدا، وصلاح محسن ما كانش ظاهر خالص بمستوى قوي وما كانش اساسي وما كانش ليه دور خالص مع النادي الاهلي. لعب صلاح محسن مع النادي الاهلي في ال5 سنين دول 99 مباراه، سجل فيهم 17 هدف. وصلنا بقى للمركز الثالث، واللعيب اللي انا هتكلم عنه دلوقتي ده برضه لعيب كبير جدا وكان ليه تاريخ كبير جدا، ولما قرر انه يلعب في الدوري المصري مع نادي الزمالك الناس كلها اتصدمت وكانت مستنيه تتفرج عليه وتشوفه هيعمل ايه، بس المفاجاه انه برضه ما عملش اي حاجه خالص مع الزمالك ولا عمل اي حاجه في الدوري المصري، وهو اللاعب احمد حسام ميدو. ميدو من اللعيبه اللي عملت تاريخ كبير جدا في الدوريات الاوروبيه وكان ليه اسم كبير جدا في اوروبا، ولما قرر سنه 2009 انه يلعب مع نادي الزمالك الناس كلها انبهرت والناس كلها كانت مستنيه تشوف احمد حسام ميدو هيعمل ايه بقى في الدوري المصري وهيعمل ايه مع نادي الزمالك، لكن المفاجاه بقى ان ميدو ما عملش اي حاجه خالص مع نادي الزمالك، ولعب سنه واحده من 2009 ل 2010 وكانت سنه سيئه جدا، لعب فيها حوالي 14 مباراه بس وسجل في ال 14 مباراه ديت هدف واحد فقط. رجع تاني احمد حسام ميدو سنه 2011 عشان يلعب مع نادي الزمالك، بس لعب معاهم 3 4 ماتشات وسجل هدفين 3، وبعد كده النشاط اتلغى في مصر اساسا والدوري اتلغى في مصر السنه ديت عشان يقرر احمد حسام ميدو انه يرجع اوروبا ويكمل مسيرته الاوروبيه. المركز الثاني واللعيب اللي هتكلم عنه دلوقتي كانت كل الناس متوقعه انه يكون ليه مستقبل كبير جدا في الكوره في مصر،
وده اللاعب اللي الناس كلها هتتكلم عنه في المستقبل وهيكسر الدنيا، وده هيكون خليفه ابو تريكه. وفعلا كان مكسر الدنيا مع منتخب الشباب وعمل ضجه كبيره جدا اول ما النادي الاهلي تعاقد معاه سنه 2015، وهو صالح جمعه. صالح جمعه طبعا موهبه حدث ولا حرج، لعيب حريف جدا ولعيب مهاري جدا ولعيب قوي جدا، وكان مكسر الدنيا مع منتخب الشباب وكان عامل مواسم قويه جدا كمان مع انبي. المفاجاه برضو ان صالح جمعه ما عملش اي حاجه خالص مع النادي الاهلي بسبب عدم التزامه، مفيش اي اسباب تانية غير السبب دوت. صالح جمعه اخذ اكتر من فرصه والنادي الاهلي صبر عليه لمده 5 سنين كاملين، وطلعه اعاره للسعوديه يلعب مع الفيصلي السعودي لمده سنه علشان يحاول يرجع مستواه ويثبت نفسه في النادي الاهلي. لكن للاسف صالح جمعه كمل في عدم التزامه وضيع كل الفرص منه عشان يقرر الاهلي سنه 2020 ان هو يبيعه. وصلنا بقى للتوب 1 معانا النهارده، واللاعب اللي انا اخترته في التوب 1 دوت انا اخترته لسبب، وهو ان طبعا بجانب الضجه الكبيره اللي عملها في الصفقه بتاعته والانتقال بتاعه، لكن هو اخذ قرارين غير موفقين. يعني كل اللعيبه اللي فاتت كنا بنتكلم ان هو خد قرار وفي الاخر ما توفقش، اللاعب ده الوحيد اللي هو اخذ قرارين والقرارين كانوا غير موفقين، بجانب انه كان عامل ضجه كبيره جدا وللاسف ما شفناش منه اي حاجه. اللاعب دوت هو رمضان صبحي. مبدئيا رمضان صبحي من ناشئين النادي الاهلي، وكان طالع طلعه قويه جدا مع النادي الاهلي، وظهر بظهور مميز كمان مع منتخب مصر، وكان ليه دور قوي جدا مع منتخب مصر، وكان كل معسكر المنتخب المصري بيستدعيه. رمضان صبحي كان موهبه كبيره جدا وكان لافت انظار الوسط الرياضي كله، وكمان ان يجي لك عرض من الدوري الانجليزي دايركت كده معنى كده ان انت فعلا لعيب موهبه كبيره جدا. وفعلا انتقل رمضان صبحي للدوري الانجليزي وكانت بدايته موفقه جدا، وكانت كل الناس مستنيه تشوف رمضان صبحي ومستقبله يبقى عامل ازاي في الدوري الانجليزي، وانه هيشرف الكره المصريه ازاي في الدوري الانجليزي. فجاه يقرر انه يسيب الدوري الانجليزي في عز تالقه دوت وفي عز بدايته عشان يرجع يلعب في النادي الاهلي تاني. فده اول قرار طبعا انا غير موافقه فيه وشايف انه كان قرار خاطئ جدا، عشان بقى يكمل القرار دوت انه يسيب النادي الاهلي في عز نجوميته وفي عز تالقه عشان يروح يلعب مع نادي جديد وهو نادي بيراميدز. الصفقه اللي رمضان صبحي بسببها ضحى بالدوري الانجليزي وضحى بنجوميته في النادي الاهلي، لكن للاسف المردود بتاع رمضان صبحي مع نادي بيراميدز كان ضعيف جدا. وللاسف رمضان صبحي لحد دلوقتي يعتبر لعب مع نادي بيراميدز 5 أو 6 سنين، لعب معاهم حوالي 70 أو 80 ماتش فقط، وسجل معاهم 20 هدف بس، واخد معاهم بطوله واحده بس. انا طبعا شايف ان كل الاسباب اللي انا ذكرتها ديت تخلي رمضان صبحي في التوب 1 معانا النهارده لاكتر صفقه عملت ضجه في الوسط الرياضي، وللاسف كان مستواها ضعيف. في نهايه الحلقه حابب اشكركم واتمنى تكون الحلقه النهارده نالت اعجابكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي في الكومنتات رايكم في ال10 لعيبه اللي انا اخترتها، بالاضافه ل10 لعيبه انتوا شايفين ان هم عملوا ضجه كبيره جدا في الوسط الرياضي في مصر وكان مردودهم ومستواهم ضعيف جدا. ان شاء الله نتقابل الحلقه الجايه على خير. السلام عليكم.